البرطمان اللي ما استغناش عنه ابدا في التلاجة دبس الفلفلة او معجون الفلفل الاحمر او التحميرة، معلقة واحدة منه على خلطة محشي او سندوتش جبنة او اي طبخة بتعمليها، واتفرجي على جمال الاكلة وحمارها. سر الاكل اللذيذ هو ده الموسم بتاعه، ومختلف تماما عن هريسة الفلفل الاحمر والاخضر اللي على البارد اللي لسه عاملينها مع بعض. سمي الله، صلي على رسول الله، شجعيني بأجمل لايك وشاركي الفيديو مع أصحابك. معايا بقى الفلفل الأحمر البلدي. لو مش موجود الفلفل الأحمر البلدي عندك تقدري تستخدمي الفلفل الرومي الأحمر، بس لو لقيتي البلدي اللي هو بيبقى رفيع كده ما بيبقاش فيه كمية كبيرة من المية يكون أحسن. كل اللي أنا بعمله إن أنا بمسك الفلفل أفتحه، أشيل البذور وأشيل أي ألياف بيضة موجودة جوه الفلفل. إخواتنا في الشام كلهم في كل بلاد الشام ما شاء الله يعني دبس الفلفل ده ما يستغنوش عنه أبدا، وفعلا هو سر أكلهم اللذيذ. وعشان تسألي عن برطمان الدبس ده في أي هايبر كبير بتلاقيه معدي أرقام كبيرة جدا. والله يا جماعة تعملوه في البيت أحلى كمان من اللي بيتباع جاهز، وهتحفظيه في التلاجة من السنة للسنة ولا هيجراله أي حاجة. بجد الحاجات دي بتدي للأكل طعم لذيذ، سواء الهريسة اللي لسه عاملينها مع بعض على البارد للفلفل الأحمر والأخضر، أو لدبس الفلفلة اللي هنعمله دلوقتي. بعد ما نضفت الفلفل كويس كده جبت صاج كبير وشغلت الفرن على درجة حرارة 150 120، يعني درجة حرارة مش عالية قوي. وزي ما هو كده هبتدي أحطه وهشويه في الفرن. طبعا الطريقة الأصلية ليه إن هو بيتنشف في الشمس لمدة يوم، بس طبعا إحنا في الشتاء مفيش شمس قوية، ده زائد إن إحنا معدناش الكيفية إن إحنا ننشف الخضار. وطبعا الطريقة دي أسهل بكتير إنك تحطيه في الفرن وهيديكي نفس النتيجة. خد معايا بقى كده في الفرن حوالي نص ساعة مفيش غيرها. أنا مش عايزة أنشف عليه قوي، لازم يبقى فيه على الأقل كده 30% مية. زي ما انتم شايفين الفلفل طري ولسه سخن معايا. هبتدي أجمعه على طول كده. مش قادرة أوصفلك بقى ريحة الفلفل وهو بيتشوي عامل إزاي، خطير. سعر كيلو الفلفل اللي حابب يعرف البلدي ده جايبة 2 كيلو، سعر الكيلو كان 15 جنيه. 2 كيلو هيعملولك بطرمان وسط كده تقريبا كده وزنه 500 جرام، ودي يعني حلوة قوي. المعلقة بتبقى مركزة وما تستهونيش بالكمية دي. حطيته بقى في الكبة وابتديت أفرم الفلفل وهو ساخن كده، هنعمه على الآخر خالص خالص لغاية ما يوصل معايا لدرجة المعجون. كل شوية بفتح الكبة أنزل كده الأطراف الكبة، ووصلت للنتيجة دي في الآخر. بصوا بقى جمال الفلفل، اللهم بارك، خطير خطير. بصي أنا بعشقه مع الجبنة. توست محمص، عيش محمص، افردي عليها الدبس وحتة جبنة وشوية زيت زيتون، تحفة تحفة وما شاء الله ريحته خطيرة جدا. دلوقتي بقى هنحط إضافتين عليه هيخليه يعيش معانا على رف التلاجة مش في الفريزر طول السنة. بس لازم نجيب ملح صخري، مش هينفع الملح العادي. هو الوصفة الأصلية ليه بتتعمل بالملح الصخري، وده بيطول عمره وما بيخليش نسبة الملوحة فيه عالية. الملح الصخري ده اللي بنستخدمه لغسيل الفراخ أو لتخليل الفسيخ والسردين، ورخيص جدا وموجود عند العطار. كل كيلو من الفلفل هيحتاج معلقة كبيرة من الملح الصخري. أنا حطيت معلقتين على ربع كوباية من الخل. لازم يا جماعة بيتحط له خل وملح مع بعض. بصي بقى انا لقيت كده معجون الفلفل فيه قشور كتير والقشره بتاعته قويه وباينه قوي، فحبيت ان انا اصفيه. اللي احنا بنجيبه من الهايبر بيبقى متصفي كده ما فيهوش كميه كبيره من القشور. وتصفيته على فكره حاجه اختياريه، لو ما بتحبيش تصفيه براحتك، بس انا بحب اشيل منه كل القشر. شايفين بقى ناعم معايا وبقى معجون ازاي؟ والبرطمان عندك طبعا يكون مغسول ومنشفاه كويس من اي ميه. وهبتدي كده والمعجون سخن على طول انزله في البرطمان وهو ساخن كده. ده هيساعد اصلا في التعقيم، بس ما تقفليش عليه الغطا غير لما البرطمان يبرد تماما. فوق الوش بقى زيت زيتون او زيت عادي براحتك، بس الوصفه الاصليه بتتعمل بزيت الزيتون. اوقات بنجيبه من الهايبر، ساعات بيبقى مالح قوي، شركات كتيره بتحداه قوي. بس معلقه من الملح الصخري على كل كيلو فلفل هتعمليه هو مقدار ملح مناسب. اللهم بارك يا جماعه، خطير. شويه زيت كده فوق الوش وتقفلي البرطمان وتحطيه على رف التلاجة وتنسيه من السنة للسنة وتسحبي. أي طبخة، أي طواجن، أي محاشي، فعلا فعلا بيفرق في طعم الأكل جدا. ليهم حق طبعا إخواتنا الشاميين ما يستغنوش عنه. أنا كمان عملت معاكم هرست الفلفل الأخضر وهرست الفلفل الأحمر على البارد، والفيديوهات اللهم بارك مليونية وحققت تفاعل كبير. اللي ما شافش فيديو الهريسة على البارد بجد فايته كتير. بصوا والله يا جماعة الفلفل الأخضر ده عندي في التلاجة اهو داخل على شهر، والفلفل الأحمر ده عايزة أقول لكم كنت لسه عاملاه معاكم من 5 شهور. اللهم بارك، الوصفتين زي العسل ولا بيجرى أي حاجة ليهم، وما شاء الله بالعكس كل ما يقدموا كل ما يحلو. والفلفل الأخضر ولا بقى بني ولا غير لون زي ما تعليقات كتير جات لي، ولا بيجرى له أي حاجة، بس امشي على نفس المقادير اللي أنا قلت عليها في الفيديو.
بقفل عليهم كده على طول باي ستريتش واغطي وعلى رف التلاجة. تتبيلات طواجن محاشي ما استغناش عنهم ابدا. اتمنى تكون عجبتكم وبحبكم في الله. تعليقاتكم الايجابيه بتشجعني كتير. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.